اول الحلقه تطلع بعيون الاهالي الضحايا ما طلعتي فيهم، وانت عم شخصنت الامور. لحظه حضرتك معلش، حضرتك بتقولي لام الشهيد، حضرتك بتقولي لبي الشهيد هاي، وبتقولي للاشخاص، حضرتك ما عم تطلعي، يعني حضرتك ما عم تحترمينا. يعني بدي اقول شغله، حضرتك اللي عم تحنوا بهالطريقه الاستخفاف لاهالي الشهداء، بدك تقضي كل حياتك تنحني قدامهم لحتى قدام وجعهم، كرمال شوي تقدري تعوضي عن الخسائر اللي هن خسروها. جعفر لا 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 تخطي حدودها، تخطي حدودها، او بتعتذر او على شو بدي اعتذر؟ اوكي قلت لها انه حضرتها ما حتى عم تسمع للعالم، ما عم شو بدي وطوا شوي. على شو بدي اعتذر؟ اعتذري من اهالي الشهداء اللي راحوا نتيجه فسادكم. لو سمحتوا ماي ما سامعينك. انا ما قللت. لو سمحتوا قلتي لها للشاب من شوي شيء قليل اخلاق، شيء بتطلعي ما بعرف. ماذا قالت يا انا ما قللت احترام اهالي الشهداء ابدا. تعتذري هاي من شوي. ماذا قالت؟ يروح يقعد محله، مش هيك بنحكى مع الناس اللي فقدت اهاليها واولادها وخسرت حياتها وبيوتها، هيدي بيوت العالم خسرتها من وراها. لو سمحتي تعتذري لكمل الحلقه. لو سمحتي لكمل الحلقه. انا ما بعتذر. شباب إذا سمعوا أي شيء برات ضمن الحوار واحترام الحوار، الاعتذار واجب في هذه الحالة إذا في هذا الأمر. طيب أعطوني بس إياه. قلة الاحترام بدنا جزء من أنا اللي البرنامج. بقدرها، مش أنت بتسمعها وبتقدر لي لا إذا لا صارت أو لا. أنا من حقي أسمع. لا سيدة ماي، أنا من حقي أسمع الرأيين. أنا لازم واجبي أن أسمع رأيها وأسمع رأيك. بدها تعتذر عن هاي الكلمة. طيب. بكفي الحلقة. طيب خلونا. ما بتعتذر، أنا بدي فلها، وأنا مش هي بدها تصنفني إذا قللت احترام أو لا. بعتذر. أوكي. إذا حضرتها بتشوف حرية الرأي والتعبير هي قلة احترام، ساعتها منا مشكلتي. أنا ما جيت قللت احترام أبدا. أنت اليوم سياسية. سياسية اليوم بيسمع للشعب، بيسمع لوجع الناس، بيسمع لآراء ربما ما بتناسبه أو لا يريد أن يسمعها، ولكن السياسي بيحاور. مظبوط. أنا أستاذ جعفر، أنا إلي ساعة ونص معك بالبرنامج، بستمع لكل الآراء. قلة التهذيب ما بقبلها. أنا حدا من الجمهور لم يتم هذا. إيه بلا أنا صار معي هيدا الشيء بيرجع لإلي كيف ما تم. لم يتم هذا. أنا شخصي نصب حاله قاضي. حدا ينصب حاله قاضي يجي يقول لي إنه أنت شعرتي وما شعرتي. هذا رأي، هذا جزء من حرية الرأي والتعبير. انت لا، هذا رأي، مش رأي استاذ. هذا رأي. تفضلي. حضرتك قلتي عنا قليلين تهذيب، وحضرتك كبار ما ظهرك هلا وما عم تطلعي فيه. انا وعم بحكي يعني ما رح نصب حالك شيء، كل واحد بنصب افعاله هي اللي بتنصب حاله. انا رح كون اكبر من هيك وما رح اعلق على كلمه قله تهذيب، معلش. اوكي بتفهمك.